اهلا بيك يا صديقي، فيديو جديد وحلقه جديده. وفي الحلقه دي هكلمك عن الابديتس اللي خاصه بالبراند بتاعتنا، براند ديزاينر وير. الحمد لله احنا خلاص تمينا اول شهر. اي نعم، اول اسبوعين كان فيهم صعوبات كتيره وشويه مشاكل كده، بس الفكره في ان انت تبدا حاجه جديده انك تتعلم منها، تشوف المشاكل اللي بتواجهك ودايما تبقى بتحسن من الاداء بتاعك. اكبر مشكله عندنا كانت مشكله المرتجعات دي مشكله بسبب ان في ناس كتيره جدا، خصوصا ان هي مش بتدفع قبل وهي بتعمل الاوردر، هي بتدفع كاش اون ديليفري. لما الحاجه بتوصل لهم بيرجعوا في رايهم، او بيكون طلب بالغلط، او هو سهران ومش فاكر. اسباب كتيره بتخليه ما يبقاش ملتزم ان هو يستلم الاوردر ده. عشان كده كان اول درس الواحد اتعلمه من التجربه بتاعتنا في اول اسبوعين ان احنا لازم دايما نكونفيرم الاوردر مع العميل، تتصل بيه بعدها بيوم او يومين واخد منه ابديتس. مجرد ما العميل بيكونفيرم الاوردر بتاعه، خلاص بنشتغل على التيشيرت بتاعه، بنعمل له الطباعه بتاعته. ولان الشغل بتاعنا، وهحاول اوريك شويه من الشغل ده وانا بتكلم، بيكون دايما معمول للطلب، على الطلب بتاعك. فبناء على المقاس اللي انت اخترته والديزاين اللي انت اخترته، التيشيرت بتاعك بيتعمل. حاليا الموضوع مش معقد قوي بسبب ان هو لون واحد، وده كان سبب اختيار اللون الاسود. بس كل الديزاينز بيبقى شكلها حلو على الاسود، وكمان بيبقاش فيه اختلافات قوي في الالوان، فبيبقاش فيه مشكله قوي مع المرتجعات حتى. تاني حاجة من التجربة بتاعتنا كانت الإعلانات. قابلني مشاكل كتيرة جدا مع إن أنا أعمل إعلانات في مصر بسبب وسائل الدفع. CIB كريدت كاردز بتاعتهم بتدفع مرتين بس الفيسبوك، فلو أنا دفعت إعلانات مثلا 3 أيام وجيت دفعت 3 أيام بعدها، الإعلانات اللي بعد كده ما بينفعش أصلا الكارت يدفع حتى لو عليه بالانس، وأصلا المبلغ اللي هيدفع بسيط، ولكن هو معاملتين بس في الشهر. لحسن الحظ كان معايا كارت تاني، وكمان اكتشفت طريقة فوري وابتديت أتعامل بيها، فهندلنا الموضوع. بعد المشاكل بتاعت الدفع والاعلانات، الدنيا ابتدت تبقى اسهل بكتير. الستوك الاولاني اللي عملناه واللي بدانا بيه خلص، فعملت ستوكينج تاني، ودلوقتي متاح كل الديزاينز بكل المقاسات على الستور بتاعنا. اكتر حاجه اتعلمتها ان في ديزاينات معينه هي اللي بتطلب قوي، فده هنركز عليه في الكولكشنز الجايه مع الديزاينرز اللي موجودين، ان هم يعملوا ديزاينز شبه الحاجات اللي اتباع كتير، سواء الستايل او المسج والرساله اللي عليه. وبناء عليه هيبقى الستور متركز قوي على الحاجات اللي عجبتكم، ويبقى معمول ليكم فعلا بناء على اللي بان من الطلبات بتاعتكم في الفترة اللي فاتت. أحلى حاجة بقى في التجربة دي كلها إن الواحد فعلا ابتدى يشتغل على حاجة تعتبر باسيف انكم بالنسبة لي، وكمان باسيف انكم للديزاينرز اللي معايا، وده هيشوفوه في آخر الشهر ده لما يجي لهم أول تشيك من الديزاينز بتاعتهم. والموضوع مش مرتبط بأي حاجة غير البراند بتاعتنا والاسم اللي بنكبره. كمان أنا متحمس جدا جدا لكولكشن الشتوي، لأن هتكون مميزة. هركز أكتر على الحاجة اللي أنت هتشتريها مش الديزاين، فهيبقى في كولكشنز هوديز، وفي مفاجأة كمان بس مش هقول عليها دلوقتي. فهيكون في ستايلز والوان مختلفة، وده اللي هيبتدي يعمل الفرق الكبير في البراند، ان هي تبتدي تبقى حاجة ليجيت، وفعلا ممكن تروح تستوك من ديزاينر وير كل الهدوم اللي انت بتلبسها، مش بس التيشيرتس المطبوعة. الفيديو ده كان ابديت سريع، فحابب ان انا اشكركم في الاخر على كل الناس اللي دخلت واشترت من ديزاينر وير، واوعدكم ان اللي جاي دايما هيكون احسن، واشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.